قيمة الكلام وقيمة السكوت. المقولة بتستخدم تشبيه ذكي. الكلام من فضة، الفضة غالية ومهمة، وده حقيقي. الكلام وسيلة أساسية عشان نعبر عن نفسنا ونتواصل ونبني علاقات. هو أداة مهمة في حياتنا. فالسكوت من ذهب، الذهب أغلى وأقيم من الفضة، وده معناه إن السكوت مش مجرد إنك ما تتكلمش، ده قيمة أعلى وقوة أكبر في أوقات معينة. قيمة الذهب في ندرته، وقيمة السكوت في حكمته وتوقيته. إمتى يكون السكوت من ذهب؟ المقولة بتلخص المواقف اللي السكوت فيها بيكون أفضل من الكلام. لما تبقى متعصب، السكوت هو الدرع بتاعك اللي بيحميك من إنك تقول كلام تندم عليه بعدين. لما تبقى جاهل بحاجة، السكوت في الوقت ده دليل على إنك حكيم. البني آدم العاقل مش بيتكلم في حاجة هو ما يعرفهاش كويس. عشان تفكر، السكوت هو المساحة اللي بتخليك تسمع لنفسك ولغيرك وتفكر بعمق قبل ما تاخد قرار. لما تسمع كلام ملوش لازمة، السكوت عن جدال فاضي هو في حد ذاته مكسب ليك، لأنه بيحميك من خناقات تافهة. في لحظات الألم، الصمت في عز وجعك بيديلك قوة وكرامة وبيوري صمودك. باختصار، المقولة دي مش دعوة إنك تسكت طول الوقت، لكن دعوة إنك تفكر قبل ما تتكلم. الحكمة الحقيقية هي إنك تعرف إمتى تتكلم، والأهم من كده إمتى تسكت.